إسدال الستار عن ربع الأدوار بمرور مانشستر سيتي الذي أخضع البايرن لمنطق الكرة. الفيلسوف الإسباني بيب غوارديولا ترك الاستحواذ للبايرن الذي لم يفلح في هز الشباك إلا في مرة واحدة عن طريق ركلة جزاء. إدارة البايرن أقالت نايغلسمان الذي لم يخسر في جميع مباريات دوري الأبطال هذا العام، وتعاقدت مع توخيل بفلسفته الزائدة. أخرج البايرن من الغالية ذات الأذنين. الأخير اعتمد على اللور والصاني الذي أضاع سيلا من الأهداف. لو سجل أحدها في أول أطوار اللقاء كان سيفتح الباب على مصراعيه لريمونتادا محتملة، ولأن منطق الكرة يقول إذا تضيع ستقبل، فهذا ما كان. ليأتي الرد عن طريق الدبابة النرويجية إيرلينغ هالاند بهدف التقدم بعد مراوغة رائعة أكل فيها أوباميكانو عشب الملعب. إذن السيتي في مواجهة الملكي في نصف الأدوار في لقاء لتكسير العظام. مانشستر سيتي يعلم الملكي وريمونتاداته بعدما اكتوى بها العام الفائت. الريال بخطى ثابتة يثبت أقدامه في دور النصف النهائي بتجانس كبير وتفاهم بين مختلف صفوفه، وبثقافة الفوز ولا شيء غيره بين الرئيس والمدرب واللاعبين تجعل مجاراة ملك أوروبا أمرا عسيرا غير يسير. تشيلسي الذي يعاني هذه السنة في الدوري الإنجليزي وخروج من الباب الضيق من دوري الأبطال أمام كبير أوروبا، جيء بلامبارد لترميم ما يمكن ترميمه من بقايا حطام النادي، لكن ابن الأمس لم يستطع النجاح في ظل الأزمات التي مر منها النادي. ويبقى السؤال المطروح: تشيلسي إلى أين؟ إذن هو ريال مدريد الذي يمارس عادة إن تخلى عنها سيقولون مله، ولكنه لا يمل من ضرب خصومه. إن أتتك الفرصة يوما لضرب الريال فاهزمه وتشمت. الريال الذي كان مشتت مع خروج الدون كريستيانو رونالدو حينها قالوا عنه انتهى، ونسوا أن الريال صحيح يمرد ولكنه لا يموت. إلى أن أتى كارلو صاحب العاشرة التي تمنعت لسنين وأعاد هيبة الريال ضائعة ليحصد 14، وعبق 15 يفوح في الأفق. إلا إذا كان للمارد الأزرق رأي آخر. الواعد القاري الجديد التي لم تعرف الغالية ذات الأذنين طريقا إلى خزائنه بعد، إضافة إلى غصة الخسارة من الملوك التي لم ينسوها فتعاقدوا مع سلاح إن امتلكته عندها يصبح دك شباك الخصوم سهلا كأنك في التدريبات. شاركونا متابعينا الأعزاء بآرائكم في التعليقات. من تتوقعون أن يمر إلى النهائية؟ هل هو مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا أم صاحب الخبرة في دوري الأبطال كارلو أنشيلوتي وأبنائه؟